الجزء الثاني طبعا بتاع الامتحان الاسترشادي بتاعنا. بيقول لي هنا القطعه read the following passage and choose the correct answer from A, B, C. تمام؟ طيب نبدا مع بعض في القرايه. بيقول لي in recent decades the world has faced serious environmental challenges such as climate change, air pollution, and the depletion of natural resources. As a result, many countries have turned to renewable energy sources as sustainable solution for the future. Renewable energy comes from natural sources that are continuously renewed, such as sunlight, wind, water, and geothermal heat. Unlike fossil fuels, these sources don't produce harmful greenhouse gases when used to generate electricity. طبعا القطعه الاولانيه بتاعتي مهمه جدا. طيب يقول لي في العقود الحاليه العالم يواجه serious environment يعني مشكلات خطيره. serious environmental challenge تحديات such as climate change. طبعا climate change معناها عندي التغيرات المناخيه تمام، او التغير المناخي. air pollution تلوث الهواء and depletion. طيب كلمه جديده صعبه جدا معايا ابقى بخلي بالي منها عشان هيجي طبعا تحت يقول لي ما معناها ايه. طبعا depletion معناها ندره، انضاب، يعني حاجه قله جدا وحاجه يعني مش هنبقى قادرين ان احنا تبقى موجوده عندنا. of natural resources من الموارد الطبيعيه. as a result وكنتيجه لذلك many countries العديد من الدول تحولت الى الطاقه المتجدده اللي هي renewable energy المتجدده. تمام؟ sources اللي هي المصادر as sustainable solution كحل مستدام اللي هي الطاقة المستدامة أو الطاقة المتجددة for the future للمستقبل. renewable energy الطاقة المتجددة comes from natural sources أتت من الموارد الطبيعية و constantly اللي هي طبعا مستمرة renewed such as مثل ضوء الشمس sunlight wind الرياح water المية and geothermal heat الطاقة الحرارية اللي هي الطاقة اللي في باطن الأرض. تمام. unlike fossil fuels كلمة fossil fuels معناها الوقود الحفري اللي هو بينتهي جاي من اللي هو بيبقى في باطن الارض من الاف السنين اللي هي طبعا عندي الاويلز والكلام ده كله بتستخرج منه الكيروسينز البترول البنزين والكلام ده كله. these sources هذه المصادر don't produce harm greenhouse لا تنتج غازات دافئه يعني ما بتلوث الجو ما بتاثرش عليا اللي هي الجرين هاوسز اللي هي الغازات الدفيئه او الغازات السامه اللي بتلوث عندي الجو طبعا الناتج من الكربون دايوكسيد من الناتشرال من الفوسيل فيولز which used to generate electricity اللي هي بتولد عندي الكهرباء. one of the most popular forms واحده من اهم المصادر دي renewable energy solar power الطاقه الشمسيه. طبعا solar panels الالواح الشمسيه نخلي بالنا من باور وبانلز. بانلز معناها الالواح الشمسيه اللي هي بتاخد take light from the sun and transfer from light to طبعا الكتريستي اللي هي الطاقه الضوئيه دي طاقه كهربائيه. كابتشر سانلايت بتاخذ او بتقصد طاقه الشمس او ضوء الشمس عندي اند كونفيرت بتحولها لكهرباء زي ما قلنا طبعا اند بروسيس وبتعالج نون از فوتوفولتيك. يعني ايه كلمه فوتوفولتيك؟ فوتوفولتيك كلمه مهمه جدا معناها الكهروضوئيه اللي هي بتحولها طبعا من الضوء الى الكهرباء افكت يبقى تاثير الطاقه الكهروضوئيه. The cost of solar technology التكنولوجيا طبعا اللي هي بتبقى الشمسيه has dropped significantly over the past decade. طبعا كانت موجوده طبعا من او وقفت من عقود قديمه making more accessible and businesses another important sources في الحاجات طبعا اللي هي التجاريه او العمليه. another important source واحد من الاهم المصادر الثانيه wind energy طاقه الرياح. produced wind turbines اللي هي الحاجات اللي بتبقى عامله زي المراوح وبتتحول من طاقه طبعا حركيه الى طاقه كهربائيه. convert معناها تحول the movement of air into mechanical power. wind farms اللي هي الحقول بتاعت الكهرباء. both land and the sea now supplies لديها مورد of a large proportion هنا معناها حصة او جزء من
جزء من او حصه، خلي بالكم الكلمه برضو of the electricity in many European countries في الدول الاوروبيه. خلي بالك هيدرو باور طاقه الهيدرو اللي هي طاقه كهرومائيه which use from flowing water to generate لكي تولد electricity اللي هي الطاقه الكهربائيه remains تظل one of the oldest and the most renewable energy، واحده من الطاقه اللي انا بثق فيها وطاقه نظيفه جدا من renewable energy. in addition بالاضافه الى geothermal energy الطاقه الحراريه اللي هي الطاقه اللي موجوده في باطن الارض اللي هي الطاقه الحراريه. which harnesses اللي هي احنا طبعا harnesses معناها بتأتي من او بتيجي من heat from تحت the earth's surface من مستوى الارض تحت مستوى الارض. provide a steady source هي طبعا مورد دائم of power in countries such as Iceland and New Zealand. يجي يسألني مثلا انا سؤال يقول لي which countries from steady and the powers provides the electricity or provides the hydro power. تقول لي طبعا تذكر لي اللي هو ايسلاند ونيوزيلاند. تمام. هنا بيقول لي however بالرغم من renewable energy was also faced challenge بتواجه عندي تحديات سولار الطاقة الشمسية and wind power والطاقة الرياح depend on تعتمد على weather condition احوال الطقس طبعا while building large dams لما بتبني فيها dams اللي هي السدود for hydro power can affect تأثر على local ecosystem النظام البيئي أو الأنظمة البيئية. to overcome هنا طبعا عندي فعل المعنى يتغلب على overcome معناها يتغلب على. تمام. ركزوا معايا كده يا أصدقائي. issues للقضايا scientists are working on advanced energy العلماء بيعتمدوا على طاقة متقدمة storage system اللي هي أنظمة التخزين علشان أخلي بالي من الحاجات زي الماء مثلا بعمل لها أنظمة تخزين في الهاي دامز أو السدود العالية وبتتحول من طاقة اللي هي حركية أو طاقة من المية ولطاقة كهربية طبعا بتولد لي كهرباء وهي renewable energy. To overcome these issues scientists working on advanced storage to system more efficient technology. كلام جميل. despite بالرغم من these challenges هذه التحديات renewable energy الطاقة المتجددة offer us بتعرض لنا طريق to a cleaner to طبعا أنظف healthier planet كوكب أكثر صحي by investing في الاستثمار. كلمة investing معناها استثمار. تمام. and sustainable solution للحلول المستدامه today اللي هي الطاقه طبعا المتجدده. we can protect our environment ممكن ان احنا نحمي البيئه بتاعتنا and ensure ونتاكد that the future generation ان الاجيال القادمه وهي المستقبل enjoy a safe and prosperous. يعني ايه prosperous؟ prosperous معناها مزدهر جايه من كلمه prosperity اللي هي الازدهار. تمام. هنا طبعا prosperity اللي هي مزدهر. تمام. مهمه جدا معايا. نكمل بعد كده طبعا الاسئله اللي موجوده عندي تحت. بيقول لي the main idea of the text that renewable energy نمسح كلمه ونكتب تاني كلمه مزدهر ده بس. تمام. طيب the main idea of the text is that renewable energy يا شبابنا مهمه جدا. اللي عندي الجمل اللي تبقى الاساسيه في التكست اللي بتتكلم على renewable energy. ولما جه قال لي فوق قال لي it costly to be practical هي تكلفتها عاليه جدا علشان تبقى عمليه ولا harms environment ولا can replace fossil fuels to in a sustainable way ولا is only used in Europe. طبعا الطاقه اللي متجدده دي انا بتكلم معايا ليه؟ كل ده في ان انا اقدر استبدلها من الطاقه اللي هي الوقود الحافري الفوسيل فيولز اللي هي الطاقه الغير مفيده للبيئه وثانيا ان هي هتبقى مفيده عند البيئه ومستدامه. يبقى الاجابه عندي طبعا كان ريبليسد in the fossil fuels in a sustainable way. بعد كده معايا based on ideas باراجراف نمبر 1 في القطعه الفقره التعبيريه رقم 1. what does the writer indirectly encourage readers to do about resources depletion. بناء على الفقره رقم 1 الكاتب
اشار لي بطريقه غير مباشره، شجعني على ايه؟ علشان اعمل نضوج للكلام ده. طيب القطعه رقم 1 هي هنا الفقره رقم 1 بتقول لي كلمه ديفوليشن، بتقول لي devolution of natural resource as a result many countries have turned renewable energy as a sustainable solution in the future. كده الاهميه عندي ان انا استخدم الطاقه المتجدده. طيب قال لي ignore اللي هو تجاهل it's because it's a natural process. هتجاهل ازاي؟ طب ما اتجاهلش الحاجات اللي هي الطبيعيه ازاي؟ برضه recognize how serious and take actions to stop. يمكن assume افترض that solve itself over time. ولا letter B think it's only affect scientists and don't ordinary people. طيب اهم حاجه عندي ان انا عايز اتوقف عن الطاقه غير المتجدده اللي هي طبعا بتعمل لي air pollution وبتعمل لي demolition of natural resources. يبقى الاجابه recognize how to be serious and take actions، واخد قرار عشان اعمل replace من الطاقه بتاعت الفوسيل فيولز واحولها للطاقه النظيفه اللي هي الجرين انرجي. تمام؟ after that which form اي عرض من ده او نموذج من ده اقدر اختاره اوف انرجي تو بروديوس اللي هو بينتج لي الطاقه من الشمس. ايه اللي بينتج لي الطاقه من الشمس؟ هيدرو باور، طاقه اللي هي طاقه الماء اللي بتيجي طبعا من السدود، ولا ويند طاقه الرياح اللي بتيجي من الماكينات، ولا سولار باور، ولا جيوثيرمال انرجي اللي هي الطاقه الحراريه. قال لي بتيجي من الشمس. خلي بالي عندي قوي بتيجي من الشمس. يبقى عندي طبعا الاجابه سولار باور اللي هي الطاقه الشمسيه. according to the text. كلمة according to معناها بناء على. What is the problem with a renewable energy؟ ايه هي المشكلة مع renewable energy؟ المشكلة مع renewable energy It's depend on the weather condition. It cannot produce electricity. It causes air pollution. It's more harmful than fossil fuels اللي هي طاقة الغير متجددة اللي هي طاقة الوقود الحفري. ارجع المشكلة بتاعتها ايه عندي طبعا يا مستر؟ من الموجود عندي ان هي طبعا بتعتمد على، قلنا في القطعة عندنا لما بتيجي على الكونديشنز about the wind. ارجع طبعا للقطعة اللي بيقول لي هي يا مستر depend on بتعتمد على on the weather condition على احوال الطقس. طب انا دلوقتي لو حاله الطقس عندي في وينتر في سمر الكلام ده كله يبقى طبعا مهمه جدا. هي الاجابه عندي هتبقى عندي اتس ديبند اون بتعتمد على كونديشن ويذر. يبقى الاجابه عندي يا شباب اتس ديبند اون بتعتمد على ويذر كونديشن. 24 the tone of the message is mostly اللهجه او الطريقه بتاعت القطعه اللي موجوده عندي هنا بتتكلم على ايه؟ اللي بتتكلم عندي كريتيكال هام جدا، هوميوس اللي هو فكاهيه، ولا كلمه هوميوس اللي هي فكاهي مستر اهي فكاهي سوري معلش نمسح دي كده فكاهي، ولا ايموشنال عاطفي، ولا انفورماتيفز، ولا شيء اساسي او شيء ضروري؟ قال لي طبعا هو شيء هام علشان ان انا احول الطاقه اللي هي الغير متجدده لطاقه متجدده من رينيبل انرجي تو رينيبل انرجي. يبقى كريتيكال، كلمه كريتيكال معناها هام جدا. تمام؟ 25 based on the passage بناء على القطعه what can be inferred تشير الى الشيء الذي يشير الى about the future اللي هي المستقبل of renewable energy. It will be replaced by fossil fuels. It will disappear soon. It will likely continue to grow. It's not supported by the government. احنا بنشير what can we infer نشير about the future renewable energy دي تبقى ايه؟ It will replace هتبقى مكان الفوسيل فيوز. ايوه طبعا تبقى مكان الفوسيل فيوز عشان هي الطاقه المتجدده واللي بتحمي عندي البيئه من اي حاجه سامه. مش طبعا it will disappear soon. It will likely من المرجح continue to grow. It's not support مش هتبقى داعمه by the government من الحكومه. تمام؟ طيب بعد كده عندي بيقول لي according to the passage which country mentioned using geothermal energy. اي الدول اللي هي بتستخدم الطاقه الدفيئه او الطاقه الجيوثيرمال. رجعنا عندي للقطعه برضه تاني اهو بيقول لي هيدرو باور flowing water to generate electricity means all reliable طاقه موثوق بها او طاقه نظيفه. geothermal energy which harnesses heat from beneath earth provide a steady surface of water in countries الدول in as Iceland and New Zealand. يبقى geothermal
في الايسلاند اند نيوزيلاند. يبقى مين اللي جوه اي حاجه معايا هي مستر عندي طبعا اللي هي ايسلاند. طبعا ما فيش في فرنسا في اوروبا، ما فيش في ايجيبت، ما فيش في اليابان. which statement اي جمله summarize paragraph 2 of the passage. طبعا لازم ارجع تاني للقطعه رقم 2 واحللها عشان اقدر اختار عندي بالظبط ايه هي. طبعا القطعه رقم 2 one of the most popular forms، واحده من الاشكال الرائجه او الشائعه of renewable energy solar power، هي الطاقه الشمسيه. السولار بانلز الالواح الشمسيه كبيكتشر بتاخذ او بتأثر الضوء الشمس وبتحولها الى كهرباء ثرو من خلال معالجتها عن طريق الطاقه او التاثير الكهروضوئي اللي هي فوتو فولتيك. ذا كوست اوف سولار تكنولوجي، الطاقه اللي هي بتاعت التكنولوجي، طبعا الطاقه اللي هي بنحولها من الطاقه الكهربائيه الى طاقه كهربائيه، طبعا دي طاقه التكنولوجي has dropped significantly over the past decade making it more accessible. يمكن اتصال بها homes, businesses and another important source when the energy produced when turbines convert movement of air into mechanical power when farmed both on land and at sea. Now supply a large proportion، هي حصه من electricity in many European countries. كلام جميل. بنتكلم عن وين طاقة الرياح والسولار. explain how solar and wind energy convert natural resources into electricity and are becoming more common. طبعا هي الإجابة طبعا هتبقى عندي ديت. It's argue بتناقش that solar energy remains too costly، مرتفعة جدا install or maintain، ولا describe بتوصف how hydropowers in the oldest most valuable energy of sources still used in many countries، ولا it focus on the environmental problems caused by burning fuels. قال طبعا هي الإجابة عندي رقم إيه اللي هي طبعا بستخدمها بتوضح لي السولار and wind energy، بحولها طبعا لناتشورال ريسورسز into electricity للكهرباء and becoming more common، وهي طبعا اللي هتبقى أكتر شائعة. تمام؟ طبعا جزء الترجمه موجود معايا مهم جدا، ترجمه من الانجليش للعربي. طبعا هنا بيقول لي الجمله رقم 36 although artificial intelligence can write, paint and compose music many people believe it can never replace human creativity. Will the future prove them right or wrong؟ طيب الإجابة طبعا بتاعت السؤال بتاع الترجمة مهمة جدا، لأن الكلمة بتفرق معايا. أي حاجة غلط أو أي كلمة غلط أو حاجة فيرب حاجة أنا بدلتها بتفرق معايا كتير جدا. ليه؟ طيب نعرف هنا الترجمة. على الرغم من الذكاء الصناعي يمكنه أن يكتب ويرسم ويؤلف الموسيقى، إلا كثيرا من الناس يعتقدون أنه يستطيع أن يحل محل الإبداع البشري فيثبت المستقبل على أنه على حق. تمام؟ ايه الفرق ما بين الجمله دي وننزل على رقم ب؟ رغم ان الذكاء الاصطناعي لا يستطيع الكتابه او الترسيم او تلحين الموسيقى، وهنا يؤلف الموسيقى. طيب الا ان بعض الناس يظنون انه افضل من الابداع البشري، فهل سيثبت المستقبل انهم محقون ولا رغم برغم قدره الذكاء الصناعي على الكتابه والرسم وتلحين الموسيقى يرجع ان يحل محل بعض اشكال الذكاء البشري في المستقبل. الذكاء البشري طبعا انا بقرا لسه ما بختارش دلوقتي غير لما بحدد عندي الكلمه الصح من الفعل او من الاسم او الاضافات اللي موجوده عندي، كلمه غلط كلمه صح، ده اللي بيفرق معايا. طيب رقم د رغم ان للذكاء الاصطناعي يمكنه الكتابه والرسم والتاليف الموسيقي، ويرى بعض الناس ان من الخطا انه سيحل محل ابداع البشري في المستقبل. احنا عندنا طبعا كلمه طبعا كل ده هيبقى معايا طبعا صح، يكتب ويرسم ويؤلف. خلي بالنا كومبوز هنا معناها يؤلف. ليه؟ لان مثلا لو هقال لي تلحين او تاليف، التاليف عندي كلمه بتاعت كومبوزيشن. تمام؟ مهمه جدا. يبقى طبعا عندي رقم د مش هينفع، وتلحين طبعا مش هينفع. طيب الاجابه عندي على الرغم من ان الذكاء الصناعي يعتقدون انه على حق، لان طبعا الكومبوز هنا معناها يؤلف اللي هو كومبوز عندي مهمه جدا. طيب الترجمه اللي معايا بعد كده بيقول لي online learning provides students with a great flexibility but it also requires strong self-discipline and time management skills. Can technology ever replace real classroom؟ قال لي يوفر التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت students للطلاب
طيب كلمة flexibility معناها ايه؟ لو عرفت flexibility هي معناها مرونة. مرونة يعني ايه؟ يعني اقدر ان انا اتعامل مع ده واقدر اتعامل مع ده في اي حاجة، عنده مرونة، عنده فكر اقدر ان هو ياخد ويدي فيه الاوامر او الطلبات، لكنه يتطلب ايضا انضباطا ذاتيا قويا ومهارات في اداره الوقت. فهل يمكن للتكنولوجيا ان تحل محل الفصول الدراسيه ام التعليم عبر الانترنت؟ قال يمنح الطالب حريه. طيب لا مش هينفع طبعا، احنا عايزين مرونه. طيب الدراسه على الانترنت سهله جدا، وقال تحتاج الى اي جهد وتنظيم من جانب الطالب ولا يوفر التعليم مرونه تامه للطالب؟ لا طبعا هي الاجابه مرونه كبيره. الاجابه عندي الصح رقم الف هنا، لان هي مرونه كبيره. ويكمل لي اللي هي عايز discipline and time management skills، انضباطا قويا ومهارات في اداره الوقت اللي هي management طبعا skills. تمام؟ طيب بعد كده الترجمه من عربي طبعا للانجلش. على الرغم من التقدم العلمي الهائل الا ان الكون لا يزال يحتفظ بالكثير من الاسرار التي يعجز العلماء عن تفسيرها، مثل مثلث برمودا تراينجل، والثقوب السوداء اللي هي بلاك هولز. فهل سياتي اليوم الذي نكتشف فيه ان هناك اماكن اخرى يوجد فيها حياه مثل الذي نعيش فيها؟ طيب despite the tremendous، كلمه كبيره طبعا اللي هي معناها هائل او ضخم جدا من حيث الحجم او الكميه، scientific progress the universe still holds many secrets that scientists cannot explain, such as a Bermuda Triangle and black holes, which of the day come we discover that there are other places where life exists similar to the one we live in. طيب طبعا احتمال كبير يبقى عندي طبعا الاجابه. طيب although the huge scientific progress، scientific طبعا اللي هي العلمي وبروجرس التقدم، huge the university still holds many secrets that scientists cannot explain, such as a Bermuda Triangle, that will they come when they discover that if other خلي بالي عندي is other places، عندي فوق اور مش هينفع هنا الاجابه طبعا عشان is others places عايزه جمع، انت حاطط لي هنا الفعل المساعد عندي is مش هينفع. تمام؟ طيب عندي بعد كده نوصل رقم 3. although the terms scientist progress the universe still hold. طيب هو universe هنا طبعا هي عندي طبعا universe اللي هو الكون we still hold. طب الكون ده مفرد، الكون ده حاجه واحده بس عندي انا hold، عايز احطها في زمن المضارع البسيط اللي هو الاس والاي اس والاي اس. انا ما لقيتش عندي هنا طبعا الفعل مضاف له اس لان اليونيفرسي مفرد، فبستخدم معاه المفرد، فالفعل ما ضافلوش اس على زمن البريزنت سيمبل فمش هينفع. طيب تمام. طيب ننزل الرقم دي despite على الرغم ذا هيوج ساينس بروكس. طب ساينس هنا معناها العلوم، لا يبقى الاجابه عندي طبعا هنرجع تاني اللي هي طبعا هتبقى عندي رقم ايه، هي دي الاجابه طبعا الصح معايا. طيب نكمل مع بعض. هنا بيقول لي على الرغم من ان التكنولوجيا جعلت حياتنا اسهل واسرع الا ان الناس في العصر الحديث يشعرون ان وقتهم اصبح اقل من وقت مضى، فهل السبب هو كثره المهام ام اننا لا نحسن تنظيم الوقت؟ Although technology has made our lives easier and faster, people in the modern age feel that they have less time than ever before. The reason: too many tasks or it's our poor time to manage. Despite the technology made our life more easy, أكثر سهل ولا أكثر سهولة؟ وعندي هنا إيه حياتنا أكثر أسهل وأسرع. طيب أنت هتحط لي هنا عندي الإجابة بقى كويك مع easier ولا easy. It's modern times to feel that become less than before is a reason many works، الأعمال ولا المهام؟ خلي بالي معايا برضو مهمة جدا. ولا although the technology has made easy and fast but people nowadays هذه الأيام بدور عليها على هذه الأيام أو الحاجات اللي موجودة عندي فيها طبعا مش موجودة هنا shorter than any before and still because it's too many jobs، كثير من الوظائف. ازاي بقى انا عندي ازاي هنا وظائف؟ خلي بالك قال لي بره تاسكس، قال لي وركس، قال لي جوبسز. طيب خلي بالي ان الكلمات مهمه جدا معايا، فرقت بيها هعرف اجيبها معايا صح. طيب despite the fast technology people in this age feel they don't have enough time is the reasons having a lot of things to do
they can organize their time. قال لي لا طبعا مش هينفع fast technology وage we don't have enough time with the reason having a lot of things. الإجابة طبعا عندي هتبقى عندي اللي هي رقم ايه طبعا. الإجابة عندي هتبقى رقم ايه هي الإجابة طبعا هي الصح. ليه؟ عندي في القطعة اللي موجودة معايا كل حاجة ماشية لايف ايزير، هي أسهل وأسرع، والناس في العصر الحديث مودرن ايج فيلز هاف ليس تايم. طبعا مع لسه بتيجي مع الشيء الذي لا يعد اللي هي جاية من ليتل. الدرجة الثانية طبعا من المقارنات. تمام؟ before is a reason to many tasks to management and our poor time management. تمام؟ نكمل طبعا مع بعض. طبعا معايا اسئله القصه بتاعت طبعا ادموند مهمه جدا ولازم اخلي بالي منها فيها. طيب بيقول لي اول سؤال كومبير ادموند هولز ويز فرنانديز جيليوس. من هو فرنانديز اللي هو طبعا مارد مرسيدس. هاو دو ذي تو ايموشنز ليد تو كونفليكت ادى الى صراع. قال لي طبعا اول حاجه موجوده معايا اكتب هنا ادموند is filled مليء بيه optimism هنا طبعا معناها التفاؤل. when he is getting married من of Mercedes. مين طبعا اللي هي كانت موجوده معايا مرسيدس. او جازيليوس leads Fernandez to betray Edmond. رقم 2 معايا طبعا زي جيليوس اللي هي الغيوره made Fernand to betray Edmond. ان هو يخون. كلمه betray معناها طبعا يخون. تمام. اكمل بعد كده. بيقول لي حاجه مهمه جدا وخطيره علشان لما اجي اجاوب السؤال ده لازم ابقى فاهم انا بعمل ايه وابقى عارف ايه اللي موجود معايا. طيب بعد كده how do you think the promise of the great wills can motivate يشجع او يحفز someone to survive hardship give to reason. قال لي اول حاجه ازاي اشجع. قال لك the promise of the wills as a powerful mental. يبقى the promise of the wills make a good mental power. الحاجه دي او العرض ده اللي بيبقى موجود معايا طبعا هو اللي بيخليني ان انا اتطور يبقى عندي عقليه ذات سلطه. الحاجه اللي بتبقى موجوده معايا دي بتبقى مهمه قوي 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 قوي. بيقول لي wills is often طبعا رقم 2 wills is often او often is very significance for empowerment. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا الكلام اللي موجود معايا ده هو اللي بيخليني اعرف ازاي empowerment. يعني الثروه هي عاده شيء مهم جدا في تاسيس القانون اللي كان عند ادموند وبيأسسه عشان يقدر يعمل طبعا بعد ما طلع من البريزون وبقى عنده السلطه او الثروه الكبيره اللي موجوده معاه.